مساء الخير، اهلا وسهلا بيكم في اول محاضرات عن الستارت اب. معاكم مروه معاذ في اب جيني تك. النهارده هنتكلم في اول نقطه احنا نفسنا ابتدينا منها في اب جيني، وهو انا عايز افتح ستارت اب بس انا مش عارف ابدا منين. يعني انا حابب قوي فكره ان انا يكون عندي شركه، حابب قوي ان انا يكون عندي بيزنس صغير، حابب قوي ان انا اشتغل فريلانسنج او حابب ان انا اشتغل اونلاين، بس مش عارف حرفيا انا اشتغل في انهي تخصص بالظبط. تمام؟ ليه بيبقى عندي المشكله دي؟ وهي اصلا بتبقى موجوده فعلا، بتبقى موجوده. ليه؟ لان التكنولوجيز دلوقتي كتيره جدا، في برمجه، في ديزايننج، في سوشيال ميديا اوبريتنج وغيرها كتير. فخلينا كده نبدا مع بعض في اول حاجه احنا وقفنا عندها في اب جيني. يا ترى اب جيني هيتخصص فيه. انا عشان اعمل ده بكل بساطه محتاجه اقعد في مكان هادي، محتاجه اركز كل افكاري واقفل الموبايل ساعتين كده 3، اعمل كوبايه شاي لطيفه وابدا اجيب قلم وورقه وابدا اشتغل على نفسي عشان اقدر اعرف انا هقدر احقق نجاح في ايه. تمام؟ طيب تعالوا كده نعمل ده مع بعض كده. انا دلوقتي هفترض ان انا عايز افتح بيزنس بس مش عارف بالظبط اتخصص فيه، فهعمل ايه؟ هجيب قلم ورقه وهبدا اعمل 3 بلوكس. يعني ايه هعمل 3 بلوكس؟ يعني هبدا اعمل 3 مربعات كده زي ما انتوا شايفين. ايه هي ال3 مربعات دي؟ ال3 مربعات دي بكل بساطه اول بلوك فيها انا هسميها الاكسبيرينس. اول بلوك هي الاكسبيرينس. يعني ايه الاكسبيرينس؟ الاكسبيرينس دي بتمثل حاجات انا بعرف اعملها بشكل جيد جدا، بشكل احترافي، انا ماهر فيها جدا 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 وبقوم بيها بشكل كفء. تمام؟ لازم يكون معايا شهادة؟ لا مش لازم. لازم يكون بقى انا متدرب عند شركة عالمية دولية محلية؟ لا خالص. انت حاجة انت اتعلمتها، سواء بقى اتعلمتها من على اليوتيوب، اتعلمتها كده بالفطرة، ايا كانت ايه هي، وببدأ اكتبها. زي ايه الاكسبيرينس دي؟ اول حاجة مثلا بفرض ان انا شاطر، او انا كنت مثلا في الكلية وكنت بعمل ابحاث كتير، فانا شاطرة قوي في استخدام برامج الاوفيس. انا والله في الكليه كنت بضطر استخدم الفوتوشوب كتير، فانا شاطر قوي في الديزايننج باي فوتو، اسفه، في الفوتو اديتنج، فانا شاطر في الفوتوشوب. انا بعرف اعمل لوجوز فظيعه قوي وبستخدم فيها الالستريتور. انا شاطر قوي ان انا استخدم الكانفا عشان اعمل بوستر على السوشيال ميديا لطيفه جدا. فاول خانه في الاكسبيرينس دي انا بكتب ايه الحاجات اللي بعرف اعملها. وخلي بالك البلوكيه دي تمثل ان اي سكيل منها الايفيدنس بتاعها عباره عن شغل انت عملته. يعني انا لما حاجه اقول لك طب قول لي ايه الاماره كده اللي انت شاطر في الاوفيس، هتقول لي والله انا بكتب 100 كلمه مش عارفه في 5 دقائق. ده انا في الفورماتنج اقدر استخدم اعمل لك الرساله بتاعت الماجستير او الدكتوراه بتاعتك بالفورماتنج بتاعها بالريفرنس ما فيهاش غلطه، مفيش اي سبيلنج فيه مشكله. انا في الفوتوشوب بقدر مثلا اعمل فوتو ايفيدنج وفلاتر واي صوره في خلال ربع ساعه ويديني ايفيدنس بقى ايه الصوره نفسها قبل وبعد. هتديني في الالستريتور ايه؟ هتديني كده 3-4 لوجهات من اللي انت قدرت تعمل لهم ديزاين على الالستريتور. ففي الاكسبيرينس هو عباره حاجات بعرف اعملها، والايفيدنس عليها او الدليل ان انت بتعرف تعملها هتبقى عباره عن البرودكت نفسه. اوكي؟ طيب تاني خانه دي هيبقى فيها ايه؟ تاني خانه دي بنقول عليها دي الكورسز اند سيرتيفيكيشنز. يعني ايه كورسز اند سيرتيفيكيشن؟ يعني الكورسات اللي حضرتك اخدتها او الشهادات الاكاديميه اللي انت حصلت عليها. ودي برضو البلوكيه دي برضو هنطلع منها سكيلز. تمام؟ بفرض ان انا خدت مثلا كورس في الجرافيك ديزاين، اب جيني فعلا خدت كورس في الجرافيك ديزاين في مع مثلا شركه يات، واخدت فيها باكج الادوبي كلها، الفوتوشوب، الستريتور، الان ديزاين والاكس دي. فانا هبدا اكتب هنا الشهاده دي، يبقى انا شاطره في الديجيتال. طيب ايه كمان؟ خدت مثلا كورس تبع جامعه كامبريدج على اوداستي، وكان بيتكلم على ارت اوف ذا جيم، وخدت ازاي اعمل ديزاين لل 3 دي انفايرمنت زي اللي موجوده في بابجي. فانا هكتب السكيل دي كمان او الشهاده دي كمان. يبقى انا هنا في المرحله دي بكتب الشهادات، وببدا من كل شهاده اطلع السكيلز اللي فيها. ايه الفرق ما بين التو بلوكس دول؟ بلوكايه انت بتدي الايفيدنس او الدليل عليها شغل انت عملته فعلا وفعلا بيثبت ان انت عندك المهاره دي. اما في الناحيه الثانيه اللي هي السيرتيفيكيشن او الكورسز، انت بتكتب السكيلز والايفيدنس هنا اللي عندك اللي هي الشهاده. هل ممكن حاجه هنا نلاقيها متكرره هنا؟ لكن لازم هنلاقي فروق بين دي ودي. ليه؟ لان انا مثلا اشتغلت بالاكس دي ومعايا شهاده فيه وكله تمام، لكن مفيش ولا مره
اشتغلت بيه فعليا او عميل طلبه مني او انا كنت محتاجه اعمله. لكن انا اوريدي عندي الكونسبت ولا لا؟ عندي. اقدر عندي المهاره ولا لا؟ عندي. لكن في حرفيا مش هلاقيه في الاكسبيرينس، لكن هلاقيه في السيرتيفيكيشن. تمام؟ يبقى دول التو بلوكس مهمين جدا جدا. السيرد بقى بلوك، السيرد بلوك دي يعني بصوا، يعني انا هضطر بقى ايه، عايزه كده الونها بلون ظريف لطيف جميل، لان البلوكات دي مهمه جدا. مهمه جدا ليه؟ مهمه جدا لانها بكل بساطه شديده انها بتعكس حاجه انا بحبها. يعني ايه حاجه انا بحبها؟ يعني هتلاقينا احنا بنتكلم فيها على ايه الحاجه اللي انت بتحب تعملها، الحاجه اللي انت بتحب تعملها. تمام؟ طيب خلينا كده نظللها كده باللون ده، وهنبدأ نعمل عليها علامة الهارت دي. ودي حاجة انت بتحب تعملها. الحاجة اللي انت بتحب تعملها دي هتعمل فيها ايه؟ هتبدأ كده بكل بساطة، هتبدأ انت تسأل نفسك ايه الحاجة اللي انا ماهر فيها او معايا سيرتيفيكيشن فيها او خدت كورس فيها، وفي نفس الوقت عندي شغف ناحيتها، وهبدا انقلها هنا. بس خلي بالك هتبدا تنقلها بريورتي من الاكتر حاجه بتحبها لاقل حاجه. يبقى انت هتبدا، فليكن انا مثلا اكتر حاجه بحب اعملها التريننج، الاونلاين تريننج، الاكتيفيتي اللي يكون فيها تفاعل مع الناس. فانا مثلا هبدا اقول انا اكتر حاجه هنا كويسه فيها ومعايا فيها على فكره سيرتيفيكيشنز ومعايا فيها اكسبيرينس، لان انا اخدت معايا 3 شهادات في التي او تي من مؤسسات سيرتيفايد كواليفايد، وكمان معايا اكسبيرينس لاكتر من 50 محاضره اونلاين. فبالتالي فانا اول حاجه انا بحب اعملها حرفيا هو الاونلاين تريننج. تمام؟ تاني حاجه سكيل من اللي هم الليسته اللي فوق انا بحب اعملها، وهي الديجيتال جرافيك وهكذا. فانا هبدا اعمل بقى لستة كبيره بالحاجات اللي انا بحبها. طيب هل كل الحاجات اللي فوق لازم في الاخر احطها تحت في الليست دي؟ لا. يعني انا ممكن اكون شاطره قوي في الالستريتور بس مش بحب اشتغله. طب هستبعده ليه؟ بصوا انا مش هستبعده، لكن مش هحطه في هي دي السيرفيس الاساسيه اللي في الستارت اب. يعني مش هقول ايه صباح الخير انا معاكم مروه ومعاذ واحنا عاملين ستارت اب اسمه ابجيني تك وبعرف استخدم بعمل لوجوهات بالالستريتور كذا كذا، واول ما حد يقول لي انت بتعملي اللوجو الالستريتور بكام اقول له لا انا ما بحبش اشتغل الالستريتور. فدايما انت ما بتيجي تعمل اد للشغل بتاعك لازم تحط الفوكس في كور او جوب او سيرفيس او برودكت محدده للستارت اب ده. فانت لازم تكون عارف انت بتحب تشتغل ايه ومش حابب تشتغل ايه. خلاص عرفت احط ده كده ببرواز. هي دي السكيلز اللي انا بحبها وشاطر فيها. طبعا هبدا افلتر بقى اقول هم اول 3 سكيلز هم بس اللي انا حابب اشتغل فيهم. هل الكومباني بقى هتستحمل ده؟ يعني ايه؟ احنا بنقول احنا بنعمل ستارت اب صح؟ الستارت اب ده بيبقى التيم اللي فيه يعني بكتير قوي ممكن 3-5 بالكتير قوي، ده ممكن يكون يقوم على واحد بس. يعني احنا مثلا في الستارت اب بتاعنا ده معانا حد كو فاوندر ومعانا كمان حد سنيد يعني سبورتر كده، بس لسه ما عملناش الهيكله التجاريه، ولسه هنيجي بقى على موضوع الهيكله والهيكل التنظيمي ازاي. دي قصه كبيره قوي قعدنا فيها حوالي 1.5 سنة. بس اوكي خلينا دلوقتي نشتغل على ده. فانا دلوقتي خلاص انا كده وصلت ان انا عندي 2 سكيلز او 3 او 5 ايا كانت ايه هم بعرف اعملهم وبحب اعملهم كويس. قبل ما نتنقل للنقطه دي، ودي نقطه قابلتنا واحنا بنعمل الستارت اب ده بنأسسه من كام سنه، كنا مهتمين جدا بمجال البروجرامينج. تمام؟ وكانت في لغات برمجه كتيره جدا. يعني انا مثلا من الناس اللي بدات تشتغل اول ما اشتغلت على الفيجوال. تمام؟ بعد ما خلصنا الفيجوال حبيت الجافا، بعد الجافا خدت السي شارب، بعد كده السي بلس بلس، الاتش تي ام ال 5، الجافا سكريبت، البايثون. اكيد البايثون مفيش حد ما اشتغلش بايثون. فكنت كل فتره كده كل ما بتظهر بروجرامينج لانجويج جديده كان عندي شغف ان انا اتعلمها اعرف هي فيها ايه. وكل مرحله من دول وكل لانجويج من دي كسبنا من وراها. كسبنا من وراها لان مفيش بروجرامينج لانجويج مش بتطلب، بغض النظر بقى هي اتطلبت كام مره. يعني
البايثون طبعا لما ظهر كده هوجة كبيرة كان يا سلام، كان اكتساح، لكن ما كانش ابدا زي اكتساح الجافا اول ما ظهرت موبايلات الاندرويد في مصر في 2011 و2012. كانت الابلكيشن بتطلب مننا ممكن 4 ابلكيشن يطلبوا مننا في نفس اليوم، ويبقى الابلكيشن عبارة عن ايه؟ عبارة عن صفحة، يعني الانترفيس دي مجرد بس ان الكاستمر يتك على صورة فيدخله على الويب، يعني انت مش عامل اي حاجة بروجرامنج، انت تقريبا عامل انترفيسز بس يعني. بس كانت بتطلب بشكل يعني كتير جدا متكرر جدا، وكان الموضوع انت تقعد في ربع ساعه وتبعت لهم الابلكيشن، يعني ما كانش صعب، لكن هو كان عليه طلب كبير وكانت فلوسه كويسه مش وحشه. المهم احنا دلوقتي هنقع في نقطه بسيطه. انا دلوقتي مثلا في سنه ثالثه كليه، اوكي، وانا عارف ان في كورس انا شغال فيه بس لسه ما بقتش متملك من السكيلز بتاعته. يعني انا مثلا دلوقتي انا بدات اشتغل في البايثون، فولا هو ظاهر عندي في الاكسبيرينس ولا هو ظاهر في الكورس والسيرتيفيكيشن، لان ولا انا اشتغلت بيه وبقيت بيرفكت فيه، ولا انا كمان خلصت الشهاده بتاعته. ده يتكتب فين؟ تفتكروا ده يتكتب فين؟ ده حضرتك هتكتبه تحت في الحاجات اللي بتحب تعملها، وهتذكرها على استحياء وانت بتتكلم، وتقول وانت بتتكلم على الشغل بتاعك تقول الستارت اب ان شاء الله كمان هيكون فيه بايثون باذن الله. فلازم تكون واضح من اولها ايه الحاجات اللي انت هتفوكس عليها وايه الحاجات اللي انت بتاجلها. هتقولي طب بفرض بقى، يعني بفرض ان انا اصلا عايز المين البيزنس بتاعي، السيرفيس بتاعتي تكون في البروجرامينج وتكون بايثون، ما الحل في هذه الحالة؟ لو انت عايز نصيحتي انا انصحك ان انت تأجل موضوع الاعلان عن الستارت اب شوية. ليه؟ لان انت في الحالة دي مش هينفع تخبي البايثون وانت بتتكلم على الستارت اب، ومش هينفع تحطه في المركز الثالث، لان انت حابب تشتغل في الفيلد ده، فمينفعش ابدا ترميه ورا ظهرك. فلازم تصبر شوية لحد ما تلاقي نفسك قادر انك تعلن ان انت تعرف تستخدم ده، وبالتالي تضيفهم هنا للليستة دي. الكلام دلوقتي اللي انا عملته على حسب الايموشنالي سايد او الايموشنالي برسبكتيف بتاعتي، ايه اللي انا حابب اعمله، والناحيه التكنيكال انا بعرف اعمله. في بقى فيس 2 دي احنا هنسال ارتفيشال انتليجنس وهنشوف هل الاناليسيز اللي انا عملته لنفسي ده صح ولا غلط. تعالوا مع بعض في حلقه تانية ان شاء الله نتكلم على الارتفيشال تول، وازاي ابعت برومت للارتفيشال تول دي واديها السكيلز دي واخليها هي تختار لي الجوب المناسبه ليا. وهل قراري هيعتمد في الاخر ان انا اعتمد بقى راي الارتفيشال انتليجنت، لان هو لو عنده قرار تاني غير ده، يعني فرضا اعطيته السكيلز وكل حاجه وقال لي لا والله انت اول حاجه المفروض تشتغليها مثلا البروجرامينج، فهل انا هغير الفيجن بتاعتي دي واغير السيرفيس اللي انا عايزه اقدمها ولا لا؟ تابعونا ان شاء الله في الحلقه الثانيه واحنا بنتكلم على الارتفيشال انتليجنس، وهي حلقه مهمه جدا 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 على البرومت انجينيرنج. شكرا لكم، واقابلكم ان شاء الله الحلقه الجايه.